اللقاء ديال تبون في السياسه تصنف ممنوع على الجمهور الناشئ باش نقول لكم كيقول لهم طاطاختي والحجره وداك الشيء. دوله ما كيعتبرها حتى شي حد شي حاجه وما كيضرب ليها حد حساب ولا كيحاشي ليها شي. دابا زعما الجزائر قويه سياسيا. انا بغيت نوريك وين فين كتجلى هذه القوه السياسيه عن الجزائر بعدا باش نعرفوا. على كل حال واخ اجي نشوفوا دابا التبرديه ديال التلفازه الجزائريه جايبه لبنانيين اللي كانوا جاوا مع الرئيس اللبناني. صحفيين داروا لقاء مع تبون. هذا اللقاء مازال ما شناش، مازال كنقلبوا عليه. فين داروا هذا اللقاء؟ فين نشروا شي حاجه؟ ما نشروش، خرجوا منه شي بارتيات منهم. وحده ديال راجل الرئيس الامريكي بان كنقبل التطبيع في حاله ديال الى داروا الدولتين وداك التخربيق كله. ولكن اجي نسمعوا الاخوان. قناه الرسميه الجزائريه جايبه صحفيين لبنانيين يبردعوا مع عمي تبون. حضرتك ردا على جزء من تفضل. راح اكشف سر لحضرتك ردا على جزء من تفضل استاذ. يلا اللقاء يعني سكوب للبرنامج. نعم. اللقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون كان بجزء كبير منه اوف ريكورد، يعني خارج النشر، لكن هذا هيك جزء كبير منه خارج النشر. واش داير مع لقاء اذا غادي يكون جزء كبير منه خارج النشر؟ هيك دايرين اللقاء هو جزء كبير منه خارج النشر. علاش ديروا لقاء؟ دابا انا ما فهمتش. انا الصحفي غادي يدير لقاء ويقول جزء كبير منه خارج النشر. جاي يشرب معاه جاي تشرب معاه قهوه وبينك وبينه شي نسب ولا شي حاجه؟ انا اول مره القضيه كنسمعها صاحبي كيقول لي خارج النشر. اذا هو كي بلبل وجاو قالوا لكم ما تنشروش داك الشيء اللي قال تبون، لان في القنوات فاش كينشروا عندهم هما كيبداو المونتاج وراكم كتعرفوا التقطاع وداك الشيء اللي كتعرفوا باش يدوز في القناه. فاش كيكون اللقاء ديالو مع دوك الصحفيين الجزائريين كيبقى يومين ولا 3 ايام هو كيقطعوه فيه كيقادوه قود داك الطبلبيل ديالو، ومع ذلك كيخرج الطبلبيل. فمع هادو ما غاديش يكونتروليوهم. جاو داروا لقاء وقال لهم هذا هو راه نشوفوا داك الشيء. لا داك الشيء ما عجبناش، ما غاديش يدوز كله. مازال ما شناش. انا لحد الساعه انا كنقلب عليه مازال ما خرج. راح اكشف سر لحضرتك ردا على جزء من تفضل استاذ. يلا اللقاء يعني سكوب للبرنامج. نعم. اللقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون كان بجزء كبير منه اوف ريكورد، يعني خارج النشر. خارج النشر واقيلا الجمهور اللي فوق 18 عام هو اللي خارج النشر. صحافي غادي دير معاك جزء كبير منه خارج النشر. اش جاي؟ اللقاء ديال تبون في السياسه تصنف ممنوع على الجمهور الناشئ باش نقول لكم كيقول لهم طاطاختي والحجره وداك الشيء. قال لك خارج النشر وعطينا سيدي هذا السكوب. واش هذا السكوب اللي غادي يكون راه هو اللي كيضحك. لكن هذا الجزء ساسمح لنفسي ان ابوح به لانه لا يضر باحد. انا سالت فخامه الرئيس ما هي الوصفه السحريه التي جاء بها فجعلته يستقبل اتصال من ترامب قبل الظهر واتصال من بوتين بعد الظهر. ما فراسيش انا اتصل به ترامب. ما فراسيش اتصل به بوتين. نطلقوا لك دابا الاغنيه ديالنا جات تابو هاي هذيك دابا باينه ولا انت جيتي كاع تشيد لهم اكثر من التشيات ديالهم هما الكذوب ديالهم. قال لك قلت لي شنو الوصفه السحريه اللي كيتصل بك ترامب قبل الظهر وكيتصل بك بوتين بعد الظهر؟ اوي هوي هوي شنو قال لي؟ هذه ماشي سلوكيه دوبيرمان هذه. قال لي هذه دوبيرمان ماشي سلوكيه هذه. التي جاء بها فجعلته يستقبل اتصال من ترامب قبل الظهر واتصال من بوتين بعد الظهر. اليوم الجزائر عادت بالعالم إلى ما كان يعرف في منتصف الخمسينات بدول عدم الانحياز. صحيح. والله والله العظيم الى هذا الشيء في شكل. والله انا دابا عاد عرفت علاش قال لك خارج النشر، حيت كيتكلم على حكيته مع الزوره واقيلا اش كطيب ليه والزوره في الكوزينه كما تكلم مع بلينكن. قال لي راه عندنا البقر مشكله في البقر. عندنا مشكله في الحليب الى تعقلوا داك اللي تشرب ليه. وهذوك اللقاءات كيكونوا خارج النص. قال لي مسخوط الوالدين. قال لك شنو هي هذه الوصفه السحريه اللي قال لك شنو كيعيط لك ترامب قبل؟ هو ترامب غير كيسمع كيشوف شي تبون. ترامب كيشوف في التلفازه بحال عمرو هز التليفون عيط له. نهار كيصيفط المستشار ديالو اللي هو داك بولس. نهار نهار كيشوف ترامب كيشوفو في التلفازه هو بحالنا. قال لك شنو هي الوصفه السحريه اللي جيتي باش يعيط لك ترامب في الصباح وبوتين العشيه؟ أن أبوح به لأنه لا يضر بأحد. أنا سألت
فخامة الرئيس، ما هي الوصفة السحرية التي جاء بها فجعلته يستقبل اتصال من ترامب قبل الظهر واتصال من بوتين بعد الظهر؟ اليوم الجزائر انا براسي كون ضربت 200 مليون دولار راه نقول ليه شي عجبك طار من هكا راه كسب جاي كيستضفوني نقول لهم انا راه وصفتو شنو هي الوصفه السحريه. لان بوتين كيعيط ليه كيتشاور معاه شنو غادي يدير في اوكرانيا قبل الغداء، وفي العشيه كيعيط ليه ترامب كيتشاور معاه شنو غادي يدير في العلاقات الاوروبيه، شنو يدير، واش يزيد عليهم الجمارك ولا ينقص. كون ضربت انا 200 مليون دولار نقول لهم شنو الوصفه السحريه اللي دار باش يديروا لي هادشي. ونقول لهم مور المغرب كتعيط ليه ميلوني كتقول لي شنو البلان اللي غادي نديرو دابا مع هذا ماكرون هذا. عادت بالعالم إلى ما كان يعرف في منتصف الخمسينات بدول عدم الانحياز. صحيح. وبالرغم من أن العالم اليوم يصطف بالطابور هنا أو هناك دون أن نحرج المحط. علاش جبت لهم دابا الطابور في التلفازه من هنا هناك وتقول لهم دون ان نحرج احد؟ شكون اللي باغي يتحرج انت بديك القضيه ديال الطابور اللي جبتي لهم؟ راه كلهم داروا ديك باش سمعوا الطابور وزدتي لهم دون ان نحرج احد. راه المساله ديال الطابور فاش كتذكرها لهم هي راه مشكله. وبالرغم من أن العالم اليوم يصطف بالطابور هنا أو هناك دون أن نحرج المحط، دون ان نحرج احد. استطاعت الجزائر أن تأتي بشكل جديد، وهو أنك تستطيع أن تكون صديقا لبعض الغرب وصديقا لبعض الشرق، تختلف مع بعض الغرب حين يعتدي على كرامتك، وتختلف مع بعض الشرق حين يعتدي على كرامتك. مزيان بعدا كلهم كيعتدوا على كرامته الشرق والغرب. تختلف مع الشرق حينما يعتدي على كرامتك، تختلف مع الشرق فاش كيعتدي على كرامتك انت، كرامتك هي كيعتديو عليك. وكلهم اعتدوا لك. كتختلف مع الغرب فاش كيعتدي على كرامتك، وكتختلف مع الشرق انت ما كرامتك هي اللي جا كيعتدي عليك. أن تأتي بشكل جديد، وهو أنك تستطيع أن تكون صديقا لبعض الغرب وصديقا لبعض الشرق، تختلف مع بعض الغرب حين يعتدي على كرامتك، وتختلف مع بعض الشرق حين يعتدي على كرامتك. ولا نسيتي الجوار ديالو اللي مختلف معاه حيت كيعتديو على كرامه تبون. هذه كاع ما شتي الجوار ديالو اللي مهم الساحل المغرب هادو كلهم مختلف معاهم حيت كيعتديو على كرامته حتى. المهم كلشي كيعتدي على كرامته اللي تبون جفاف جفاف. شنو قال لك اودي ترامب؟ هذا ترامب اول حاجه القيمه والهبه والوزن اللي داير راسو، عارف تبون ما عنده لا هبه ولا وزن ولا قيمه، فعلاش غادي يهبط راسو ويتصل بعمي تبون؟ عرفتو تقرب من هذا الشيء هاو. وروسيا لافروف وقال لهم اودي لا هبه لا وزن لا. صحاب انت دابا بوتين كيعيط لتبون ولا ترامب كيعيط لتبون، راه فاش كيبغيو يتعاملوا مع تبون شنو كيصيفطوا ليه السفاره ديالهم تما، كيعيطوا للسفيره عيطوا لتبون قولي ليه صافي. هو عنده نيفو ديال السفير ما كيتعداش، ولا يصيفطوا ليه مستشار. حتى وزير الداخل وزير الخارجيه ما كيصيفطوهليش ما مساليش، وزير الخارجيه ما كيصيفطوش، هو النيفو ديال المستشار ولا السفيره كيصيفطوها معاه. كيهضر على تبون تقول انت ما عرفتش كيهضر بصوت الوالدين. نقول لكم واحد القضيه، شي تبون الوحيدين من الرؤساء اللي كنثق انهم كيتصلوا به هما رئيس الجمهوريه الوهميه بن بطوش ورئيس ولايه تونس قيسوس والرئيس ديال زيمبابوي. هادو كلهم كياكلوا من الجزائر، كيتصلوا من طبيعه الحال بتبون باش يطلبوا منه حقهم في فلوس سوناطراك صافي. هادو هما الوحيدين اللي غادي يكونوا كيتصلوا به. شي واحد اخر ما لا اعتقد، شي واحد اخر يعيط ليه من غير هادو ما كنظنش. هما الوحيدين اللي كيعيطوا ليه كيسولوا على رزقهم. لبنان اليوم يبحث عن موقع استراتيجي سياسي جزء منه هذا الإطار. مزيان دابا سمعوا مزيان هذا اش كيقول، حيت نجيب لكم واحد العقيد لبناني سابق قال العكس ديال هذا الشيء. شنو قال هذا الصحفي؟ لان هذا ضرب الفلوس من طبيعه الحال يكونوا دوروا مع شي دويره زوينه. وتختلف مع بعض الشرق حين يعتدي على كرامتك. لبنان اليوم يبحث عن موقع استراتيجي سياسي جزء منه هذا الإطار، وبالتالي الحديث فقط جزء من هذا الاطار. شنو هو الاعتداء على الكرامه؟ قلتي تختلف مع الغرب فاش كيعتدي على كرامتك، وتختلف مع الشرق انت كرامتك كيجفوا بها الغرب. انت لبنان جزء منه هذا الاطار. كيفاش جزء الاطار ديال الاعتداء ولا شنو؟ بغيتي كرامتك تمسح بها الارض؟
أن المساعدات هذه مسألة برأيي تافهة عند الجزائريين وعند اللبنانيين. المسألة أكبر وأعظم. زميلتنا موناليزا وضعت الإصبع على الجرح في أول مداخلة. المسألة لها علاقة بالتكتلات السياسية. صحيح. عندما تكون قوي سياسيا لا يستطيع أحد أن يستعمر، لا يستطيع أحد أن يمنعك من تصدير منتجاتك. الجزائر كيقول لي صحيح صحيح، التكتلات نتوما في الشرق وهو في الغرب، التكتل ديالاش ما نعرف، راه كنكتل هو مع حزب الله وايران. شنو البلان؟ باش نفعو داك التكتل، وباش داك التكتل ديالو نفع حزب الله بعدا، باش ينفعكم نتوما. قول لي دابا داخل عليكم الله، التكتل ديالو باش نفع حزب الله اللي كانت عنده علاقات عسكريه معاه، باش ينفعكم نتوما في لبنان. لا يستطيع أحد أن يمنعك من توقيع اتفاقيات. التبادل التجاري بين الجزائر ولبنان تقريبا يستورد لبنان 150 مليون دولار 153 مليون دولار بالسنة، ويصدر للجزائر 13 14 مليون دولار. الأرقام لابد من معالجتها. نقل الميزان التجاري عوج لصالح الجزائر. دابا زعما الجزائر قويه سياسيا. انا بغيت نوريك فين كتجلى هذه القوه السياسيه عند الجزائر بعدا باش نعرفوا، باش دير التكتل معها، التكتل مع دوله قويه سياسيا. نفعت حزب الله هذه القويه السياسيه، قدرت توقف الحرب والاعتداء عليه، صيفطات ليه حتى جنويه ماشي فردي، صيفطات حزب الله كان كيك العصا وهي جالسه كتطفي التكتل. وانت راه اللي محزم بالجزائر محزم اشاك محزم بالخلا، والله الا محزم بالخلا بالله. دوله ما كيعتبرها حتى شي حد شي حاجه، وما كيضرب ليها حد حساب ولا كيحاشي ليها شي حد. تقول انت قويه سياسيا، منين ناحيه بالضبط؟ غادي نشوف انا القوه ديالها السياسيه منين جهه، منين ناحيه بغيت نفهم. العلاقة من علاقة عاطفية، من علاقة لها علاقة دائما بالماضي والعاطفة. النيف، نحن جميعا نحب النيف الجزائري والنيف اللبناني ونشترك فيه، لكن هذه مسألة عاطفية. العالم اليوم يشتركوا في النيف هما، دخلات عليكم اصبر. ترى غير ساينوا هذا العام غادي يضربوا الزلازل والبراكين عندكم، درتو يدكم في يد تبون على سلامتكم. مازال ما وصلتكم المقوله ديال سليمي الخالده، طريق الكبرانات كحلات. دابا تحسوا بها، ما تسمعوهاش تحسوا بها. تغير. لم تعد الروحانية وحدها قادرة على فهم العلاقات السياسية. الرئيس تبون، أنا خرجت من هذا اللقاء مسرور لأنني استمعت إلى زعيم عربي يدرك جيدا من أين يؤكل الكتف في اللعبة الأممية. ونعم، هذا الرئيس إذا ربنا أعطاه العمر وإن شاء الله بيعطيه، وإذا مشت الخطط اللي هو حكي عنها في هذا اللقاء، ستنتقل الجزائر إلى مكان آخر وبعيد. في كثير دول أغنى من الجزائر بالغاز وبالنفط وبالمحروقات، لكن يمنع عليها أن تصدر، يمنع عليها أن تستخرج. نحن في بلدنا يوجد نفط ويوجد غاز، ونمنع بالسياسة من الاستخراج. شوف دابا انا كنتفرج وشي حد كنعرفو من الاصدقاء ولا من الناس اللي مهمين صيفط ليا يتفرج في اللايف. دابا كنوجه ليه التحيه من هذا المكان. قال لي المهم الجزء الغير مسموح بالنشر في لقاء الصحافه اللبنانيه متعلق بالمغرب والصحراء المغربيه، ولبنان لا تريد ان تخسر المغرب لصالح الجزائر، لهذا قرروا عدم نشر اللقاء. هذاك هذاك هو اللي هذاك هو قال لك اللي غير مسموح بالنشر. هضر لهم بزاف على الصحراء وعلى هذا. لبنان ما تقدرش تخسر مع المغرب، لان الفيلم كله جاي راه لكم بار القصه ديال ترامب كيفاش دايره وكيفاش الفيلم كله جاي من هذا الشيء. دابا هضر لهم واقيلا بالبل لهم على الصحراء بزاف فقالوا ما. ولكن هاد الصحفي اصله غالبا غادي يكون صباغ، هذه ما فيهاش. هو قال لهم الشرق اللي كيضربكم كيعتادوا على الكرامه ديالكم، وانت اللي كيجي كيصرفقها ويركلها. الجزائر البريكس ما قلبوهاش، مالي عطاتها التصرفيق، النيجر ركلاتها، حفتر كيسبها. المغرب خلاص كاع ما نهضروا. روطايو محيح عليها في فرنسا، قال لك اودي شنو قويه سياسيه، من ناحيه قويه سياسيه انا الدوله ما
ما عرفتش فين هي قويه سياسيا، هنا هي قويه سياسيا. وبالتالي لا، المسألة مسألة أعظم وأكبر. صحيح. هذا الرجل السيد الرئيس عبد المجيد تبون يضع الجزائر على الخارطة السياسية، يوسع من إيطاليا لألمانيا لغبطة البابا للبنان لروسيا الصين، لأمريكا إيطاليا. للصين. هذه العلاقات ستجعل المنتوج الجزائري الاقتصادي يفرض بالقوة على العالم. لا، المسألة ما مسألة عاطفية إنه أنا بساعدك لا سيفرض بالقوه ان شاء الله. وانت تساعدني، لا، هذه علاقه اخويه. لكن نحن كعرب علينا ان نخرج من هذه اللغه العاطفيه ونذهب الى لغه علميه بالارقام. نعم. حب لبنان للجزائر يجب ان يترجم بطريقه مختلفه. نحن نستورد 19 مليار دولار بالسنه، لازم يكون حجم الاستيراد من الجزائر مليارين و3، والعكس نحن بنصدر 3 مليار دولار ونص، لازم يكون حجم التصدير للجزائر مليار ومليار ونص ومليارين. هيك بنكون عم نترجم العلاقة الأخوية. نعم، أنا سررت في اللقاء مع السيد عبد المجيد تبون لأنني لم أستمع إلى لغة عاطفية وحسب، ولكن إلى لغة عقل ومنطق وخطة، وهذا الرجل يعرف إلى أين يريد أن يذهب بنا جميعا. الحيط ان شاء الله. الحيط عمي، الله الا شايف انا الحيط وين جاي، راه كيعرف فين غادي، راه انت ما رضيتيش تبان. هيك بنكون عم نترجم العلاقة الأخوية. نعم، اليوم أنا سررت اليوم هذا الراجل عارف فين غادي بينا. مازال ما شفتيش. اصبر اصبر تشوف فين غادي بيكم، راه هو داي الجزائر، راه يزيد معاه حتى لبنان. اصبر. مع السيد عبد المجيد تبون لأنني لم أستمع إلى لغة عاطفية وحسب، ولكن إلى لغة عقل ومنطق وخطة، وهذا الرجل يعرف إلى أين يريد أن يذهب بنا جميعا، لبنانيين وجزائريين. خلات عليكم، انا نقول عليك من هنا واسمح. انا والله لا كيكم هذا راسلو غادي يكون سباغ، لان الصحافه بينه وبينها غير الاحسان. باش تعرفوا ان رئيس لبنان تعمد يغلط النطق ديال اسم تبون. شوفوا هذا الصباغ كيفاش كينطقها بلا تغليط، كيقول حرف التاء كما هو تبون، والرئيس ديالو راكم عارفين شنو قال. وهذا دليل على ان رئيس لبنان كان كيقصد ويتعمد يغلط السميه ديال تبون وبدلتها بالطاء إهانة لفخامته. أعطي الجدول دي. شكرا ملك جلال، ميرسي اختي، بارك الله فيك. 200 مليون راه تخليك تطلع فوق الطبله وتركز في شيء، والله العظيم بالله حزموني ورزموني ما مستحيل في الاستوديو. معقول انا كون يعطوني 200 مليون نقلب دابا الفيسا، حنا دابا نولي نشكر ربي. مسخوط الوالدي واخا مزيان. المرابطين والموحدين نصروا الاسلام والصلاة راضي. في المغرب يا ارض الابطال مدينة كاتكين.